السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. هذا النهار ان شاء الله غادي ندير مشاوي، غادي نديرهم غير في الاير فراير. حنا العيد كان السيمانه اللي دازت، ولكن ما قراوش غير نهار العيد وقراو من بعد، والسبت كنا مشغولين لحد كسكسو بطبيعه الحال. وعندهم هاد السيمانه دايرين اضراب الاربعاء والخميس والجمعه، وقال لك حتى نكونوا مجموعين ونكونوا جالسين في الدار، لان كيجيو شبعانين من الاخر من المدرسه وكل شيء. قال لك لا، خصنا نكونوا جالسين وكل شيء. والمهم حتى انا واخا هكذاك الاربعاء كنت برا النهار كله، وهذا النهار قلت غادي نصاوب لهم شي شويه ديال المشاوي. واخا المهم كما كتشوفوا عندي هنايا الكفته، عندي هنايا هادو القضبان، وهادو نورمالمون الاخر الكوتليت. ولكن هاد العام العيد ولدي كيتعلم يعني كيفاش يصاوب وكل شيء، هو اللي قطع هادي، هو اللي دار كل شيء، وحتى هو وخو ماما وباباهم بطبيعه الحال كيعلمهم. هما جمعوا وما داروا كل شيء في الثلاجه تقريبا، هما داروا كل شيء منين كان يقطعوا. المهم خلى هذا هكذا. انا منين جبت هما بانوا لي كوتليت، ولكن يبان لي خلاها يعني عاد لاصق. سولتو قالك لا معليش غير ديري هكا في الفرن. المهم قال لي باه ماشي ضروري انه يدير داكشي يعني نيشان وكل شيء، خليه يتعلم، بغى يتعلم خليه يتعلم. قلت ليه كنت معاه، قالك لا معليش انا منين قالك خليه هكا صافي. قالك يمكن ما قدرش يقطع، ولا ما بغيتش نحرجو نقولوا لا خصك تقطعوا هادي وهادي. المهم خلاوها هكذا. هادو المهم كوتليت غادي نديرهم هكذا في الفران. المهم هادو غادي نديرهم في الاير فراير. غادي غير نشرملهم وغادي نخليهم يعني نخليهم شي شويه حتى يقرب يجي الزوج ديالي من الخدمه، وندير معاه في الاير فراير. هنا غادي نبدا بهادو. انا غادي ندير فيهم نفس التتبيله. انا كنستعمل المهم ولادي كيبغيو هادي كيبغيوها مع المشاوي، كيبغيوها مع الدجاج مشوي، كيبغيوها حتى في الاومليت كتعجبهم. المهم هاد التخليطه هادي كتعجبهم، وهي اللي غادي نديرها لهم. غادي نديرها غير في هادو، ولكن الكفته لا ماغاديش نديرها فيها. المهم غادي ندير شويه من هنايا. انا ما كتعجبنيش عاوتاني مكثرين فيها الخرقوم ولا شي حاجه زعفران، ولا غادي ندير هنايا. انا غادي نزيد شي شويه ديال الثوم بودره، غادي نزيد شي شويه ديال الكمون، وشي شويه ديال الابزار. واخا ديك التخليطه فيها كلشي، ولكن دائما كنزيد شي شويه ديال الابزار وشي شويه صافي. وغادي ندير الملحه. غادي ندير شي شويه ديال زيت الزيتون، حتى هنا غادي نديرها. هنا غادي نخلطهم وكما قلت لكم حتى نقربوا نتغداو عاد، وغادي نديرهم في الاير فراير. وهذه غادي نديرها في ورق الطبخ وفي الالومنيوم، ونديرها في الفران. هنا غادي ندوز الكفته، غادي ندير الملحه، غادي ندير شي شويه د القرفه لان كتجي زوينه القرفه في الكفته. ندير الابزار، غادي ندير الكمون، ندير الثوم بودره، غادي ندير فيها غير شي شويه ديال الزيت صافي. وغادي نخلطها، وحتى المهم غادي نخلطهم وغادي نديرهم في الثلاجه حتى نقربوا نتغداو، وغادي نديرهم في الاير فراير. بالنسبه للمقبلات اللي غادي
اللي غادي نديرهم. اول حاجه غادي ندير القرعه لانها كتعجب ولدي. حاولت انني ندير لهم هذا النهار شنو كيبغيو. القرعه غادي نديرها مشرمله. غادي ندير شي شويه ديال الخرقوم، غادي ندير الابزار، شويه ديال الكمون، غادي ندير الملحه، ندير شي شويه ديال الثوم. كندير الثوم شي شويه بالزايد. غادي ندير زيت الزيتون، غادي نرد هادو يتشحروا على ما تشحرت شي شويه. هنا غادي نزيد نص كاس، درت فيه 2 معالق ديال الخل صافي ونخليها طيب. بالنسبه للمقبله الثانيه غادي ندير الدنجال، زعلق ديال الدنجال اللي شويته فوق الفاخر نهار العيد ودرته في الكونجيلاتور. ما عطيتش، درتها غير في الفران، شويتها غير في الفران. نتوما درتها غير هكذاك نورمالمون حتى هي كان شويه، ولكن ما شويتهاش هذا النهار. غادي نزيد عليه الثوم، هنا الملحه، الابزار وبابريكا ما جبدتهاش، غادي عاد نجبدها صافي. زيت الزيتون نديرو الطيب، غادي والبابريكا كما قلت لكم راه ما جبدتهاش، زيت الزيتون صافي وغادي نردو يطيب. هنا في مقيله درت شي شويه ديال الثوم. غادي نزيد المخ. هنايا شريت ماشي غير واحد، هنا شريت 5 لان هادو شريتهم غير البارح. غادي نخليهم يتقلاو شي شويه. كنت باغيه الا داروا النار يعني في المجمر غادي نشويهم، ولكن المهم ما درناش. غادي ندير شي شويه ديال الملحه، شي شويه ديال الابزار، شي شويه ديال الكمون. غادي نخليهم يتقلاو، نزيد ليهم شي شويه ديال الصبر ومعدنوس وندير عليهم البيض. والسلطه غادي ندير السلطه ديال الكينوا. عندي هنا الخيار، عندي هنا مطيشه وسلطه د الورق. وعندي هنايا الفلفل الالوان، عندي الصفر والخضر والحمر. وعندي هنا واحد البصله صغيره مشلضه. من الاحسن الا كانت حمراء كتكون زوينه على ما بقاتش ليا. عندي هنا الرمان والمايس. عندي هنا الكينوا بعد ما سلقتها. ما غاديش ندير كامل هذه الكميه، غادي ندير غير شويه منها. غادي نخلطها، ولكن انا ما غاديش ندير لها الصلصه، غادي نديرها بوحديتها. اللي بغى يهز المهم في الطبسيل ديالو كيديرها، لان انا كناكلها بلا صلصه. زوج ديالي بلا صلصه، الوليدات هما اللي كيبغيوها. كناكلوها هكذا يعني طبيعيه. الوليدات كندير لهم الصلصه حداهم، اللي بغاه مرات يديروا حتى هما، مرات ما كيديروش. حتى انا بعض المرات كندير الصلصه، بعض المرات كناكلها هكذا. ولدي الكبير حتى هو الاغلبيه كياكلها بلا صلصه. صافي ها هي
ما كنديرش فيها الاخر الصلصه، لان حتى الا بقات وبقات في الثلاجه ما كتضيعش وما كتحماضش. يعني كان 3 ايام كنديرها في واحد الاخر ديال الزاج، وكتبقى دي 3 ايام ما كتضيع ما حتى شي حاجه الا ما كانش فيها الحامض ولا الخل ولا شي حاجه. انا غادي نبدا نطيب. واخا درت واخا عندي داك الورق اللي كنفرشو، ولكن كيعجبني نطيب فيها هكا كتجي احسن داك الورق. واخا غادي كنسالي اللحم والكفته، غادي نغسلها باش ندير الفريت، ومن بعد كي نطيب الفريت وكل شيء وغادي نشعلها عاوتاني باش انني نسخنها. هنا ديجا مني درت لها البريز صافي غادي نشعلها هنا وصافي. غادي ندير اللحم صافي. هنايا 200 درجه 20 دقيقه، ولكن انا ما غاديش غادي غير شي شويه ونولد لي نحلها ونقدر نقص لها يعني الدرجات ولا نزيد. هنا كما قلت لكم غادي نوقفها وغادي نقلب البروشيط باش يطيب حتى من الجهه التحتانيه. صافي كنولي نشعلها عاوتاني. هنايا هي القرعه بعد ما طابت، منين قربت طيب درت ليها قزبر ومعدنوس بجوج، وهذا الزعلوك، هذه السلطه اللي صوبتها، هذا هنا صوبت الحمص، وهنايا هذه الصلصه اللي كنديروا السلطه بالخردل والحامض وزيت الزيتون. هنا عندي العصير ديال الحامض والبنان والمشماش. هنا هما القطبان بعد ما طابوا راه كيجيو طيبين وطيبين مزيان. هذه الكفته. هنا ديك اللي قلت لكم في الاول راه ما قطعهاش ولدي، درتها هكذاك في الفران. ها هي. هنا عندي الفلافل، هذه الفريت حتى هي درتها في الاير فراير. وهنايا هذا المخ في الاخر ما درتش معه البيض، خليته لهم غير هكذا صافي. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يعجبكم، والى اللقاء مره اخرى ان شاء الله.